أعلنت الرؤساء الجزائريين لأحد زيادة في معاشات التقاعد بنسبة تتراوح من 2 إلى 10%. جاء ذلك وفق بين توجيه اجتماعا لمجالسة الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون. أطلعت النضول على نسخة منه، وفاد البين بأن رئيس تبون وجه الحكومة إلى رفع معاشات المتقاعدين لسنة 2021 و 2022. وأوضح أن نسبة الزيادة في معاشات التقاعد ستتراوح بين 2 و 10%، وستكون زيادة 10% لمعاشات التي تقل أو تساوي 15,000 دينار، بينما الذين زيادة 2% لمعاشات التي تتجاوز 43,000 دينار $307.